السلام عليكم لا فامي، كنتمنى تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. في هذا الفيديو رجعت بغيت نهضر على اللائحة والقائمة اللي عيط ليها السي والد الركراكي لمواجهة كل من رأس الأخضر وجنوب إفريقيا. اللائحة شهدت تقريبا حفظ دار يعني خلى العناصر اللي كانت تألقت في كأس العالم ورجع واحد 5 العناصر جداد، وعيط على 2 لاعبين جداد. 5 العناصر الجدد اللي رجعهم هما كل آدم مسينا، يوسف مالح، أسامة الإدريسي، فهد موفي، وطارق السوداني. وأما الأسماء الجداد اللي كانوا جداد في اللائحة كان كل من يوسف وإسماعيل القندوس. كان كل من يوسف المطيع وإسماعيل القندوس. الصراحة اللائحة كانت منطقية، يعني حاول ما أمكن يشوف، حيت كان قالها السي وليد ركراكي، قال لك غادي نجرب أكثر عدد ممكن لاعبين باش تكون عنده فكرة واسعة شاملة على كل اللي غيقدر يعتمد عليهم في الاستحقاقات المقبلة. ودون نسيان أنه زلزولي الخنوس أنه غادي يخليهم المنتخب الأولمبي اللي عنده راه كيما عارفين كأس إفريقيا مؤهلة للأولمبياد شهر 6. يعني كتبقى لائحة منطقية. إن شاء الله غادي يجرب أكثر عدد من اللاعبين منها باش ياخذ فكرة عامة. عودة طريقة السوداء لأدم مسينا الصراحة مزيانة، يعني كان العمق في التشكيل. غياب كل من يحيى عطية الله وجبران بحكم قال يعني اتفقوا أنه يخليهم لاستحقاق الوداد باش تكون برمجة البطولة تبقى. وحتى نفس الأمر مع الحارس مهدي وحارس وسموطي غيبقاو مع الفرق ديالهم، غير إلا كان شي حاجة يعني غيعيط ليهم. يعني على العموم كتبقى تشكيلة منطقية، وكنتمنوا خير للمنتخب الوطني إن شاء الله، والتوفيق للسي وليد والأسود الأطلس. تحياتي لكم.